السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا مع بعض الرقاق، وكانت النتيجة حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، وعملنا كمية حلوة قوي من كوبايتين بس من الدقيق. هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت تحت الفيديو، لازم تروحوا تشوفوه، بجد ناجح جدا وحلو جدا جدا. النهارده بقى هنطبق مع بعض صينية كده الرقاق، وهنعمل احلى صينية رقاق بجد. لو جربتوها مرة واحدة هتعتمدوها وهتدعولي على الطريقة دي، لان هي فعلا طريقة مميزة جدا ومش هتلاقوها في اي حتة. واتحداكم انكم تلاقوا حد بيعمل الرواق بالطريقة دي، بجد طريقة حلوة قوي. يلا حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان نكمل مع بعض ان شاء الله باقي وصفات العيد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كده صينية او طاسة ايا كان، وهحط كده معلقة من السمنة وكمان شوية كده من الزيت. انا هنا مستخدمة دهن، اللي هو الدهن بتاع الحيوانات ده، متسيح تمام، بيبقى بديل للسمنه، بيكون صحي وحلو جدا. وحطيت شويه من الزيت، وبعد كده ضربت كده بصلايه في الخلاط. بحب دايما سوري في الكب، بحب جدا للعصاج ان استخدم بصل يكون مفروم ناعم، سواء مبشور او مضروب في الكبه. مش بيبان معانا في اللحمه، وبيضاعف كده كميه اللحمه، ومش بيبان خالص انك مستخدمه بصل كتير. تمام. حطيت كمان كده قرن فلفل احمر كبير كده حلو، برضو بيسكر كده معانا العصاج بتاع اللحمه وبيديه كده طعم حلو قوي. هنا دلوقتي هنزل بحوالي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. طبعا تقدروا تزودوا زي ما انتوا حابين، او حتى تقللوا زي ما انتوا حابين، بس انا بحب احط ربع كيلو، بيكون مناسب جدا في صينيه الرقاق. تمام، خصوصا ان احنا هنعمل صينيه رقاق مش كبيره قوي. بعد كده هبدا احط كده شويه من دي بهارات السجق اللي عملتها معاكم في فيديو السجق. قلت لكم ساعتها ان هي ممكن نستخدمها في حاجات كتير، وادينا كده بستخدمها معاكم. حطيت كمان شويه كده من القرفه وشويه من الجنزبيل، ملح وفلفل اسود، وكان شويه رشه كده من الكمون، رشه من الكزبره الناشفه. يعني البهارات دي زي ما انتوا حابين شكلوها براحتكم خالص. وبحب كمان احط شويه كده من البابريكا، بتديها كده لون احمر حلو. تمام، مع طبعا الفلفل الاحمر اللي احنا حاطينه. بحط كمان رشه كده صغيره من السكر، بتطعم معايا الاكل وبتظبط كده الطعم، رشه صغيره خالص يعني مش بتبان. تمام كده تمام. بعد ما اللحمه استوت بدات كده اشيلها، وجبت كده صينيه تكون كبيره شويه، اكبر من حجم الرقاق. وهبدا كده احط فيها حوالي كوبايه لكوبايه ونص كده من الشوربه. تمام، دي كانت شوربه فراخ، كانت موجوده عندي من اليوم اللي قبله. تقدروا تستخدموا شوربه لحمه، شوربه بط، اي شوربه. كل ما تكون الشوربه فيها دسم كل ما تكون حلوه جدا. تمام، حطيت عليها حوالي نص كوبايه من الحليب. والخطوه دي هتفرق معاكم جدا جدا، لان يعني معظم الناس بتعمل الرقاق بالشوربه بس، لكن جربوا تخلطوا حليب مع شوربه، بجد هتودي الطعم في حته تانية خالص. حطيت كمان معلقه كده كبيره من السمنه، وهسيب كل المكونات دي كده تسيح مع بعض كده وتسخن معايا، لازم يكون سخن جدا جدا. هحط كمان شويه من الملح ورشه كده من الفلفل الاسود، وبس كده. هسيبهم لحد ما يغلوا معايا، مش يغلوا قوي يعني يسخنوا جامد جدا، وتكون خلاص داخله على الغليان، وهبدا اطفي عليها. تمام، ده كده الخليط بتاع التوريق بتاعي. ده كده الرقاق اللي عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات، بجد حلو قوي. لو جربتوه هيعجبكم جدا وهتعتمدوه. احلى بكتير من الجاهز، بيكون طعم جدا وبيكون مظبوط يعني احلى من الجاهز بكتير، بجد بحبه قوي. بحب اعمله يعني في البيت جدا. تمام، سيحت بقى كده حوالي معلقتين كبار مليانين من السمنه، وبدات ادهن الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بدهنها الاول كده دهنه كويسه جدا جدا، تمام، عشان ما يلزقش معايا، وابدا اخرجه من الصينيه بسهوله بعد ما يستوي. بعد كده اجيب الرقاق واحده واحده بالشكل ده، اغطسها في الخليط اللي احنا عملناه مع بعض بتاع التوريق ده، وابدا احط كده من تحت الورقه اللي اتحط من تحت خالص، وكمان الورقه اللي من فوق خالص لازم تكون سليمه. تمام، ببدا كده ادهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالسمنه. طبعا تقدروا تستخدموا زيت على سمنه، بس الرقاق يعني روحه السمنه. تمام، في ناس ما بتدهنش بين الطبقات سمنه وبتكتفي ان هي بتورق بالشوربه بس بصراحه لما بيتعمل بالتوريق بالطريقه اللي انا عاملاها معاكم دي، بيدي طعم حلو جدا جدا، وبيكون طعمها مميز كده. تمام، ساعات كده ناكل حاجات عند ناس هي حاطه ايه او هي عامله ايه، بجد التكات البسيطه دي بتفرق جدا في طعم الاكل. فجربوا بنفس الطريقه، احنا مش بنحط كميه كبيره، ده هي رشه صغيره خالص وبنمسحها كده بالفرشه. تمام، عايزه اقول لكم لو رقاقه اتكسرت معاكم ولا حاجه زي ما حصل معايا كده، تعمدت ان انا اجيب الخطوه دي كده معاكم، ان انا عادي جدا بنحطها يعني بنلبن لها كده بالخليط واحده واحده، قطعه قطعه، وبنحطها مع جنب بعضها عادي. بس اهم حاجه تحطوها في النص، تمام، ما تحطوهاش على الوش من فوق،
عشان الوش بتاعكم من فوق يكون متساوي. طبعا سامحيني على صوتي لو في بحة او حاجة عشان واخده دور كده شويه، فدعواتكم كده وربنا يبارك فيكم يا رب. تمام كده. انا بحط نص كميه الرقاق من تحت ونص كميته من فوق العصاج. تمام، يعني العصاج بيكون في النص. لو عايزين برضو تعملوه 3 طبقات، يعني تحطوا طبقه وبعدين طبقه عصاج بعدين طبقه رقاق تاني وطبقه عصاج، براحتكم، بس بتكون عاليه شويه، انا بحبها ما تكونش عاليه قوي. تمام، هحط كده العصاج في النص وبسويه بالشكل ده. طبعا الكميه اللي احنا كنا محضرينها كانوا حوالي 10 رقاقات، فانا حطيت 5 من تحت و5 من فوق. بكمل كده توريق بنفس الطريقه، بغطس كده الرقاقه في الخليط دوت. ولو الخليط دوت برد معاكي، مهم جدا جدا انك ترجعيه على النار وتسخنيه تاني، عشان لما نيجي نحط فيه الرقاقه تطرى معانا وتبقى متشربه منه كده وطعمها كده حلو جدا. تمام، بعد ما خلصت كده كل الكميه 10 رقاقات، 5 تحت و5 فوق العصاج، ببدا كده اسويه بالوش، اسوي الوش كده بشوكه او معلقه او حاجه، وانيمها كده. ولو في اي كده زوايد من اللحمه طالعه بدخلها جواها، وبجيب نص كوبايه من الحليب وبسقي الوش بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بحط معلقه كده من السمنه على الوش برضو عشان تديني كده لون حلو. وبعد كده بجيب حوالي معلقتين كده من القشطه او معلقه كبيره مليانه من القشطه دي وقشطه وش اللبن. تمام، انا مش شاريها خالص، بجد الخطوه دي هتفرق معاكم، هتوديه في حته تانية خالص. تحسي انت بتاكلي فطيره، بتاكلي حاجه حلوه قوي، هتلاقي الناس كلها بتقولك انت عامله فيه ايه او انت حاطه فيه ايه. بجد طعمه هيبقى خطير، هتدعولي على طول عليها. تمام، فزي ما انتم شايفين نص كوبايه الحليب اللي بنشرب بيها الرقاق مع دهنه السمنه، وكمان معلقتين كده قشطه من على الوش وتمسحيهم كده بالفرشه، هيودوها معاكي في حته تانية خالص. وجربوا وقولوا لي رايكم ايه، يعني انا مستنيه رايكم ان شاء الله. كله كده يعملها اول يوم العيد ويقول لي رايه ايه باذن الله. تمام، ممكن تسيبيها بقى كده تتشرب 5 دقايق او دخليها الفرن على طول لو مستعجله. بنشغل الفرن من فوق ومن تحت لغايه كده ما تاخد معايا لون من تحت وكمان لون من فوق، وتاخد لون حلو جدا. بنخرجها وبألف هنا وشفا، بتكون بجد طعمه جدا.